مباراة العام إياب نصف نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد بدأت بتعادل في نتيجة الذهاب هدف مقابل هدف. بداية هذه المباراة دون مقدمات بتسديدة من لاعبي سيتي، وفي الدقيقة 27 رودري يتقدم يراوغ داخل منطقة جزاء ريال مدريد ويصوب على المرمى، لكن الكرة تمر بجانب القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا. الدقيقة 12 كاد مانشستر سيتي أن يفتتح باب تسجيل. جريليتش يرفع كرة بالمقاس إلى إيرلينغ هالاند أمام المرمى الذي يرتقي ويسدد برأسه، ولكن كورتوا يتألق في التصدي حارما سيتي من هدف محقق. الدقيقة 24 الضغط يصنع الأهداف. برناردو سيلفا يفتتح التسجيل في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة محكمة من زميله دي بروين. الدقيقة 37 الهدف الثاني لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد عن طريق برناردو سيلفا مجددا وسط فرحة لا توصف لمدرب الفريق بيب غوارديولا، لينتهي الشوط الأول بتفوق مانشستر سيتي بهدفين مقابل 0. بداية الشوط الثاني وسط تفوق مانشستر سيتي في كل شيء على ريال مدريد، 72% استحواذ، 13 تسديدة، 5 تسديدات على المرمى، هدفان في الشوط الأول، 5 ركلات ركنية و351 تمريرة. أرقام مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد. مانشستر سيتي لم يتعرض للهزيمة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. آخر هزيمة لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كانت أمام الريال في نصف نهائي الموسم الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو. آخر هزيمة لمانشستر سيتي على ملعبه في كل البطولات كانت أمام بيرتفورد في الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف في 12 نوفمبر الماضي. آخر هزيمة لمانشستر سيتي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا كانت أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.